السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نتمنى يلقاكم في افضل حال وصحة جيدة يا ربي. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه كيك اللي نقدروا نحطوه في مائدة ديال العيد، كيجي رائع ولذيذ بزاف. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، كاس ديال سكر سنيده، قبصه ديال الملح، كاس لاروب ديال الزيت، يعني كاس يكون ناقصين منه 2 السبعان. عندي ساشي ديال الفاني، 2 ديال الخمارات 16 غرام، وجوج ديال الكاكاو المر. عندي القهوه تكون سريعه الذوبان، الخل، وكاس ديال الحليب. اول حاجه غادي ندير هي غادي ندير البيض. هنا عندي البيض كبير، داكشي درت غير 3 ديال البيضات. الا كان عندنا البيض صغير نضيفو 4، وعلى حساب الحجم يعني والعلو ديال الكيك كيف كنبغيوه. صافي غندير اول حاجه البيض ديالي، غنزيد عليه القبصه ديال الملح، سكر سنيده، وساشي ديال الفاني. غادي نطربهم مع بعضياتهم مزيان حتى يذوب ليا السنيده في وسط من البيض وينسجموا ليا مع بعضياتهم. عاد من بعد غادي نزيد عليهم السوائل. السوائل اللي عندنا كيف قلنا عندنا الحليب والزيت. من بعد ما طربتهم مزيان غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت وكاس ديال الحليب، حتى هما غادي ندخلهم مزيان مع البيض ديالي، مع البيض السنيده. هنا انا استعملت غير الطراب اليدوي، يعني نقدروا نعوضوه بالطراب الكهربائي. كيف ما نقدروا نستعملوا غير الطراب اليدوي، غير نبقاو نطربوا يعني في نفس الاتجاه. من بعد ما غادي نطربهم مزيان غادي ناخذ واحد الكاس اللي غندير فيه تقريبا واحد 2 ديال المعالق كبار ديال الماء اللي تيكون ما طايب. غادي نزيد فيهم 2 معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان ولا معلقه كبيره. صافي غادي نخلطها معاه، وغادي نخلي هذاك الماء يعني يدفى شويه، ما يبقاش مغلي. وغادي ندوز باش غادي نضيف الدقيق على الخليط ديالي. غادي ندير اول حاجه يعني الكاس الاول ديال الدقيق، نفس الكاس اللي عبرت فيه سكر سنيده والحليب والزيت، غادي نغربلو. غادي نضيفو الكاس الاول كامل. في المجموع انا غادي تهز معايا 2 ديال الكيسان ونص، يعني هذه هي باش كنحصل على القوام اللي بغيت ديال الكيك. صافي غادي نطربو مزيان حتى ما كيبقاوش ليا دوك الحبيبات ديال الدقيق. من الاحسن اننا في الكيك دائما الدقيق نضيفوه على دفعات، يعني 2 ولا 3 ديال الدفعات هكا يعني كنتاكدوا بلي الدقيق ما كيبقاش لينا متكتل في الكيك ديالنا. هذا الكاس الثاني حتى هو غادي نضيفه يعني مره واحده صافي. والكاس الثالث هو اللي كنضيفوه على يعني شويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام اللي كنبغيو. غادي نزيد عليهم 2 ديال الخمارات من الوزن ديال 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. صافي حتى هي غادي نطربها معاهم. واخر حاجه غادي نضيف هنا، غادي نزيد الكاس يعني نص كاس ديال الكاس الثالث، غير نص ديالو. اخر حاجه غادي نزيد هي الخل باش كيتفاعل لينا مع الخميره الكيماويه، يعني الخمارات اللي كنكونوا دايرين، وكتعطينا واحد الهشاشه في الكيك. كيبقى هشيش وزوين، يعني واخا كيبقى لنا في مده يعني ديال يومين الى 3 ايام في الثلاجه كيبقى زوين الكيك، يعني كيبقى كيتكال. بالنسبه للخل كنضيف واحد القياس ديال 2 المعالق كبار. صافي هنا غادي ناخذ واحد كيف كتشوفوا الخل مع الخميره كيفاش مع الخميره زعما كيفاش كيولي كيتفاعلوا لنا في وسط من الكيك. هنا خديت واحد الزلافه درت فيها واحد الكميه من الخليط، وغادي نضيف ليه 2 ديال الاكياس ديال الكاكاو اللي كيكون مر. من الاحسن لانه يكون يعني هذا كتكون في واحد المذاق اللي زوين احسن من ديال العبار. هذا الكاكاو تيكون النوعيه ديالو زوينه. صافي غادي ندخلهم مع بعضياتهم، وغادي نبدا نضيف القهوه اللي كنت درتها من قبل. غنبدا نضيف فيها بالتدريج،
يعني شويه بشويه حتى حيت الخليط ديال الكيك ديالنا درنا فيه الكاكاو، يعني زدنا فيه شي حاجه اللي انا عوض الدقيق، يعني غادي تقع لينا، غادي نخفوها بهذيك القهوه، منها غادي تعطينا النكهه ديال القهوه، منها غادي يجي مذاق زوين. الا ما بغيتوش ديروا القهوه تقدروا تخفوها اما بالحليب ولا بالماء اللي تيكون دافي، باش ما يجيناش داك الخليط ديال الكاكاو في وسط من الكيك بحال اللي مدقص. صافي حتى حصلت على الخليط اللي بغيت. المول ديالي دهنته بالزبده ودرت ليه شويه ديال الدقيق. صافي غنبدا ندير طبقه بطبقه، شويه ديال في الاسفل يعني كندير الكيك العادي، بعد كندير الطبقه اللي فيها الكاكاو، كنخوي فوق من الكاكاو طبقه ديال الكيك العادي، وبهذه الطريقه كنحصلوا على الكيك ديالنا كيجي رخامي، يعني كيجي بحال الرخامه. صافي من بعد ما غادي نسالي العجينه اللي عندي، غادي ندير واحد شريطه من الوسط ديال الكيك، اما بموس ولا بمعلقه هكا. ملي كيطلع الكيك كيتجمع وكيجي داير واحد، يعني كيجي في الشكل ديالو زوين، بالخصوص في المول اللي تيكون طويل. انا كيعجبني الكيك ديالو حتى في التقطاع، وهذا كيجي زوين في المنظر هكا. هذه هي الشريطه اللي كندير. ودابا غادي ندخلو الفران. بالنسبه للفران يعني كل واحد كيعرف الفران ديالو، انا كندخلو في الفران اللي تيكون بارد، ما كنسخنوش من قبل حيت الفران عندي سخون. الا كان الفران ديالكم يعني ما سخونش تقدروا تسخنوا الفران من قبل عاد دخلوه. كيف كتشوفوا الكيك كيف كيجي بحال بومبي، يعني كيجي ما عرفتش كيفاش نقولها لكم، المهم نتوما كتشوفوا. صافي من بعد غادي نحيد، غناخذ واحد الطريفه ديالو، خليته حتى برد واحد شويه، يعني ماشي برد 100%. نتوما تقدروا تخليوه حتى يبرد تماما. انا هنا مع التصوير وهذا يعني كنبغي نزرب شويه على داكشي. صافي من بعد غادي ناخذ نيسلي كراميل، كيجي لذيذ بزاف فيه. اني مجربه بشحال من طريقه، يعني مجربه بالكراميل يعني في صنع منزلي، ولكن الكراميل صنع منزلي حتى هو كيجي لذيذ وزوين. انا غادي نبارطاجي معكم يعني التصويره ديال الكيك، ولكن كيجي شويه حلو. يعني راكم عارفين الكراميل اللي تيكون مصوب في الدار يعني كيكون شي شويه طاغيه فيه الحلاوه، اما يعني ملي كنعمرو بالنيسلي كراميل فكما كيجيش حلو، وانما كيجي بنين، يعني كتجي طاغيه في ديك النكهه ديال يعني راه الكيك بنين بزاف، كيجي زوين، ما كيجيش داعق في الحلاوه بحال الكراميل اللي كيكون مصنوع في الدار. صافي هنا غادي نرجع الكيك، يعني نعاود نسدو وتزيين كيبقى اختياري. يعني انا هنايا كنت دهنت ليه الوجه ديالو بالنيسلي كراميل نيت، وزينتو باللوز ايفيلي اللي غير ديتو جبتو شويه في المقيله، يعني صحطو باش يبقى مقرمش، وزينتو بهذيك الطريقه. يعني غير درقت هذيك البلاصه اللي حلينا وسديناها باش ما تبقاش باينه. والكيك راه كيجي لذيذ بزاف، غير جربوه على ضمانتي. وبالنسبه للمول راه كاين واحد المول اللي خاص بهذا الكيك، يعني الكيك اللي كيجي محشو من الداخل كيكون المول يعني مستطيل، وكيكون فيه واحد بحال واحد العود اللي كيجي تخشى فيه من الوسط، يعني كديري الطبقه الاولى ديال الكيك وكتخشي داك العود. انا ما توفرش عندي هذاك المول، يعني ماشي غير ما عندناش حنا ما لقاوش الحلول. وبالنسبه للحشوه يعني نقدروا نبدلوا لما بغينا، ما كناش يعني كنبغيو الكراميل ولا النيسلي كراميل نقدروا نعوضوه مثلا بكريمه ديال الحامض ولا اي كريمه. هنا كيف كتشوفوا الكيك كيف كيجي، هنا راه مازال يعني مازال سخون، قطعته في البلاصه ديك الساعه نيت. اما هو ملي كيدخل الثلاجه في الكراميل كيقبض وكيجي يعني دار واحد الدراره زوينه في الداخل. هذا هو الكيك اللي كنت صايبت بالكراميل اللي كيكون صنع منزلي. كيف كتشوف كيفاش كيجي سايح من داخل، وكيف قلت لكم يعني غير الحلاوه اللي كتجي شويه غالبه فيه. وهذا هو الكيك اللي يعني من بعد ما الا دخلته الكيك للثلاجه فنيسلي كيبقى قابض بهذيك الطريقه. وهنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم نتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.